ارجوك. استاذ احمد قول لي بقى حضرتك ايه رايك في المهرجان؟ لا يعني بعيدا عن ان احنا نتكلم عن المهرجان، كون ان مصر في ظل هذه الظروف القاسيه وهذا الحراك وهذا الاحتقان اللي في الشارع وحاله عدم الاستقرار، مصر تحرص على تقديم مهرجانات بهذه القامة وبهذا الحضور وبهذا التحضير، شيء محسوب قوي 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 لكل القائمين على هذا المهرجان ولوزارة الثقافة على وجه التحديد. ده الثقافة الراعية للمهرجان. بعد إذنك. الراعية للمهرجان. طب حضرتك هل في سلبيات انت حضرتك شايفها ممكن نتلاشاها في الدورات اللي جاية؟ احنا في ظل هذه الظروف ما ينبغي ابدا ان احنا نتكلم عن سلبيات، لان اللي حصل ده شيء او شكل من اشكال الاعجاز، ان ده يتم في ظل الظروف والالتهاب اللي في ميدان التحرير وعند الاتحاديه وعند الدستوريه. فضل وعدل من ربنا ان مصر ربنا يكرمها وتقدم مهرجانات وتقدم ابداعات مبدعيها وفنانين. انا متشكره جدا يا فندم، واهلا بيك دايما في مهرجان كامل السينمائي. شكرا يا فندم.